السلام عليكم. عادات ثقافات وقصص حول العالم. عندنا في الجنوب ديال المغرب كاين واحد العاده اللي داخله في الترفيه والاحتفال اللي كتكون في الايام الثلاثه ديال العيد الكبير، واللي كتواجد بنواحي مدينه تارودان في القرى وفي الجبال، وكذلك بمدينه اكادير التشيره كيدار واحد الكرنفال الكبير ديال بوجلود او لا بيلماون او لا هرمه. هاد العاده كتكون فقط للترفيه اللي كيكونوا فيها الشباب لابسين الجلود ديال الماعز او الاغنام، وكيكونوا كيديروا بعض المسرحيات، كيضحكوا كيجريو على بعضياتهم وكيدوزوا النهار ضاحكين، وهادشي فقط للترفيه. لكن كاينه بعض الدول الاخرى اللي كيلبسوا فيها الناس جلود ديال الماعز او الاغنام بحالنا حتى حنا في المغرب، او لا بطريقه واحده اخرى. وغادي نهضر اليوم على واحد الدوله من هاد الدول واللي هي اليونان. فواحد القريه يونانيه واللي كتواجد بمنطقه جبليه واللي كتسمى بديستومو، الناس ديالها كيخرجوا وكيديروا طقوس اللي كتسمى بكودوناري. وهاد الطقوس كيلبسوا فيها الشباب جلود ديال الماعز والاغنام، ماشي كما معروف عندنا هنا في المغرب لكن بطريقه واحده اخرى. وكذلك كيعلقوا الاجراس اللي كبيره وتكون تقريبا من بعض منها كيكون ثقيل كما غادي تشوفوا في هذا الفيديو هذا. Προβλήματα έχουν, να τους φτιάξουμε τη διάθεση, να νιώσουν και αυτοί κάτι διαφορετικό αυτές όλες τις μέρες. Ενέσουν μια ζωντάνια, μια αύρο. Όλα ήταν τέλεια, είναι φοβερά, τα κουγούνια χτυπήσανε, φέρανε δυνάμιση. هاد الطقوس كيكونوا قبل بداية الصوم الكبير المعروف عند هاد الناس ديال اليونان او لا لنت، او باليونانية كيسميوه ساراكوستي، او لا نسميوه ذا ايستر فاستين اللي كيكون فيه 40 يوم، وهذا الشيء معروف عند الأرثوذكس. وبغيتو الا بغيتو نهضروا على الصيام ديال الأرثوذكس خلوها لنا في لي كومونتير. على كل حال هذا الشيء كيكون في مارس، كي بحال هذا العام هذا تدار في 3 مارس 2025. دابا خليونا نشوفوا الهدف من هاد الطقوس. كما شفنا في الفيديو قبل كيخرجوا الشوارع وكيديروا هاد الطقوس هادو. ازيدي قال لك الهدف الاساسي من هاد الطقوس هو طرد الارواح الشريره اللي كيرمزوا ليه هما بايقاظ الارض وارجاع التوازن بين الحياه والموت، حيث هما كيمشيو للقبور لايقاظ ولا يفيقوا الارواح اللي الهدف منه ماشي السحر لكن رمزيا يفيقوا او لا ايقاظ الارواح ديال الاجداد ديالهم. هاد الطقوس كترجع الى قبل المسيحيه، حيث هي اساسا مرتبطه بتجديد الموسم الزراعي. الكنيسه حاولت باش توقف هذه الممارسات عبر التاريخ، لكن الناس بقاو كيجروا في هذه العادات. هذه العاده او هذه الطقوس كيداروا كل عام وكتجذب السياح باش يشوفوا هذا الفولكلور، لكن عند الناس اللي هما محليين هذا الشيء ماشي غير ترفيه ولا حاجه اللي كيدوزوا بها النهار، لكن هي عقيده كتربطهم بالاجداد ديالهم. وفي الاخير هاد الطقوس ديال كودوناري اللي كاينه في اليونان ماشي مجرد كرنفال لكن عقيده وطقوس اللي حيه الى يومنا هذا. هادشي اللي كاين، شكرا لكم، سلام عليكم، هاكنين غين.